السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا مش ملايكة، احنا بشر، وكلنا عارفين اننا هنغلط. محدش معصوم من الخطأ، لكن من رحمة ربنا ان الغلط مش نهاية الطريق. الغلط باب للتوبة مش باب للهلاك. من اسمائه سبحانه وتعالى التواب، العفو، الغفور، الرحيم، الرحمن. وقال سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. حتى فرعون اللي قال أنا ربكم الأعلى، لما ربنا سبحانه وتعالى بعت سيدنا موسى يروح ليه قال له: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يعني حتى أعتى القلوب باب الرجوع عند ربنا مش مقفول، كان ربنا سايب له الباب مفتوح لحد آخر لحظة بس هو تجبر وأسى وعصى فرعون. فإحنا مين عشان نحكم على نفسنا أو غيرنا أو نفضل نجلدها؟ باب التوبة دايما مفتوح، مهما عصيت الحق ارجع وتوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. ربنا بيحبك وبيحب صوتك وانت راجع ليه. حتى بعد الغلط ممكن تغلط كتير وتضعف وترجع تاني، ده لأن النفس أماره بالسوء والشيطان مش سايبك. جروح الماضي بتشدك. جوه كل واحد فينا حرب محدش شايفها غير ربنا وعالم بيها، وعشان كده كلمة منك ممكن تجرح وتكسر، وكلمة تانية ممكن تطبطب وتلملم. فلو بتتعامل مع نفسك أو غيرك اتعامل برحمة، واعرف إن باب التوبة مفتوح. فذكر نفسك وغيرك وارجع بسرعة. عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال: أذنب عبدا ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. وقال: لا أدري أقال فيه الثلاثة أو الرابعة: اعمل ما شئت. المعنى مش إننا نستهون بالغلط والذنوب، المعنى إن كل مرة تقع ارجع بسرعة. ربنا مش بيقفل بابه أبدا للتائبين. فلو انت اللي غلطت ما تجلدش نفسك، ارجع وقوم بسرعة وتوب. ولو غيرك اللي غلط ما تجلدهوش، خليك رحيم لين رفيق بيه. ربنا بيحب القلوب الأوابة التوابة مهما وقعت، المهم انك ترجع بسرعة. ربنا مدح سيدنا سليمان وقال: نعم العبد إنه أواب. الأواب كثير الرجوع إلى الله والتوبة. لو الكلام ده شايفه إنه هو طمنك، بعته لحد ممكن محتاج يسمعه. صلي على اللي هيشفع لك. وشكرا ليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.